السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير يا ربي. فيديو اليوم رايحين نعملوا حلويات تقليديه اللي هي الكروكون، ورايحين نعملوا حلوه صبرا شراش بعجينه بدون بيض وحتى تحميره هادي اللي ندهنوا باها. الكروكون تاعنا راح تكون بلا بيض، خلطه رائعه ويجينا محمر ويهبل، تقول لينا عملناه بالبيض. هذه حلوه تاع الصبرا شراش اللي كلنا عارفاها ونعرفوا الوصفه تاعها باللي بالبيض. مي حنعملوها اليوم قلت لكم بلا بيض. البيض راهو غالي يا البنات، نقصوا شويه مصروف. هي الحلويات ماهيش صحيه ماهيش صحيه، نكملوا نديروها بلا بيض وخلاص. الحلوى تاعنا البنات هنا اللي عندهم مشكله تجيهم الحلوى يابسه ولا هكا، صدقوني راح تجيكم بالوصفه دي، حتجيكم طريه ياسر وملاحه، وحتى المبتدئات يقدروا يعملوها وتنجح لهم من اول مره ان شاء الله. كيف حتى الكروكون. شوفوا كيفاه انا نحمروا من الجناب منه ومنها. نورمالمون هنا في عنابه كل نحمروه مليح، نحبوها كروكون يعني اسم على مسمى. يلا نبداو الوصفه تاعنا، نبداو بالمقادير. بسم الله. عندي كاس سكر، حطيت عليه كاس زيت. الكاس تاعي تاع 220 مليلتر، مش مهم الكاس، اي كاس تبداو بيه كملوا بيه. كاس حليب درجة حرارة المطبخ، ملعقة صغيرة معمرة مليح بالفاني. نعمل رشة ملح، لازم رشة تاع الملح باه يجينا بنين يعدلنا الذوق. ونحكم بالافوي ونحرك مليح البنات. نحرك مليح، مش يعني حاجة كبيرة، غير تشوفي الزيت هذاك تخلط مع المكونات، ما يقعدش الزيت وحده ولا حليب وحده. ولازم نحسوا بلي السكر تاعنا بدا يذوب. سينو من الاول حطوا الحليب دافي ولا استخدموا الباتور. اللي عندها بشر الليمون تحطوا باه يجاها بنين، تعزز النكهه. لهنا البنات نبداو نحطوا الفرينه ما عندهاش كيال معين، نحطوا نشفاها بالفرينه بشويه. حطيت 2 اكياس خميره كيميائيه، ونبدا نحرك كما راكم تشوفوا، نخلط مليح المكونات هكا مع بعضها، ونبداو نزيدوا الفرينه بشويه حتى تعطينا العجينه تاع الكروكي عادي. لازم تكون طريه مليح وتتلاصق في اليدين، ما نشفوهاش مليح باه ما تجيناش يابسه. مام اللي نديروه بالبيض كيما هكا القوام هذاك بعد نتحصلوا عليه. وهذه هي نفس العجينه اللي حنعملوا بها تنا صبرا شراش، نعملوا بها الكروكي وصبرا شراش ان شاء الله. لهنا البنات لازم نمس العجينه بيدي باه نشوف القوام مليح ولا لا. كما راكم تشوفوا ما لازمش تكون العجينه يابسه، لازم هكا تبقى تلاصق في اليدين. لهنا جبت البلاطو تاعي اللي يدخل في الفرن، دهنته بالزيت، يعني بالعاني دهنته بيدي باه نهز بها العجينه، خاطر العجينه تتلاصق نهزوها بالزيت كما راكم تشوف هكا، ونشكلوها حطول في البلاطو تاعنا، ونعملوها بشكل طولي كما نعملوا الكروكون. اي طريه خلاه العجينه كما راكم تشوفوا فيها، نشكلوها ساهله خلاه هكا. كل ما تكون طريه كل ما يجيكم الكروكون تاعكم طري. بنفس الطريقه زدت شكلت الطرف الاخر تاع العجينه اللي بقالي. ولهنا نبداو نعملوا الخلطه تاع التحميره تاع الكروكون اللي حنديروها في العاده نعملوها يعني بالصفار البيض. لهنا عملت غير ملعقه صغيره كاكاو، وتعملوا 2 ملاعق صغيره حليب، وتحركوا وتشوفوا البنات. هنا كترت هنا شويه الحليب وبقات لي منها، هنا جاتني بزايد. ما تكتروش الحليب ياسر بركه، وندهنوها عادي خلاه وتعطينا تحميره ملاحه وتنا ريحه تاع الكاكاو تجيب ملاحه. الناس اللي ما تحبش ريحه البيض ولا اللي عندها حساسيه منه هذا احسن حل لها. ندهنها مليح، تحاولوا تدهنوا هكا الاطراف منا ومنا باه تجي الشكل تاعها مليح ويتحمر مليح. وهنا جبت الشوكه ولا فرشيطه ونعمل بها خطوط كما راكم تشوف هكا باه نعملو الشكل تاع الكروكي التقليدي. لهنا البنات دي اضافه بركه، نحب نزيد لها هكا شويه سكر من فوق باه يعطيني القرمشه هذيك، ونحطها في الفرن نسخن من قبل على 180 درجه. شوفوا البنات انا الفرن تاعي سخون ياسر، نقص ديما نحطو على 170 درجه. بعد ما طابت لي البنات شعلت عليه من تحت، كي شفت بدات يتحمر من تحت شعلت عليه من الفوق
تحمر مليح وطاب ويتنفخ يتضاعف الحجم تاعو في الفرن. نجبدو ونقسمو كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه جا الشكل تاعو يهبل، انا نحبو محمر مليح باهي يعطيني ديك القرمشه. وهكاكا شوفوا البنات كيفاه جا يجي طري. كان ياسر اللي تحب الحلوى تاعها هكا طريه وتذوب في الفم، مي انا ما نحبوش كيما هكا. راح نعاود نرجعو للفرن باهي نزيد نحمرو على الاطراف. دوكا تشوفوا كيف البنات. راح نحي التفاتفه دوما اللي طاحولي في البلا. تعرفوا هو جاي بلا بيض شويه يتفتف اكتر من اللي بالبيض. اي نقصت حبات باه نصورهم معاكم في الاخير. خليتهم بيض دكاكا وحبات دوما استرجعتهم في الفرن، ميلتهم على جنب هكا ونطيبهم نحمرهم مليح. طيبهم من الفوق ومن التحت، نشعل عليهم النار من الفوق ومن التحت هكا باهي يعطيني قرمشه ديك الملاح اللي نحبوها كل. ويجي طري من الداخل ومقرمش من برا. وشي هو كي يبرد تخبيوه في بوخت مونجي باه ما يضربوش الهواء ويبسلكم. ولهنا البنات اللي نعمل في حلوة صب رشراش هنا يوم واحد اخر ضعفت الكمية تاع العجينة اللي عملتها معاكم في الاول. وشي هو ما عملتش 4 اكياس خميرة كيميائية، عملت غير 3 اكياس وجاتني نفس الكمية تاع الكروكون. والبلاده تاع 30 على 38 سنتيمتر عملت فيه صب رشراش كما راكم تشوفوا نص العجينة ديكا. حطيتها في البلا ونحيت منها غير شويه بركه على جنب دوك تشوفوه معايا. طرحتها في البلا اللي دهنته من قبل بالزيت وحطيت عليه المعجون كما راكم تشوفوا. هنا خليت شويه عجينه ضفت عليها شويه فرينه نشفها شويه بام العجينه يا اخي كما عملناها في الاول تتلصق في اليدين. لهنا اني نشفتها شويه ونروح نجيب لاغاب ولا سكرفاج ونربعها كما راكم تشوفوا عادي خلا كما نعملوا الحلوى تاع الصب رشراش العاديه وتجي كيف كيف كما قلت لكم البنات. وشو العجينه زيدوا لها لوزاس دو سيترون تجيكم روعه. وها هي البنات هذيك ضعفت الكميه شوفوا جاتني وكي طابت هنا شويه البلاطو مش مليح ياسر. شوفوا البنات الالومنيوم هذا اللي يلمع هذا غير ما تشريوهش اخطيكم منه ما يحمرش خلاص. عيتني شويه في الطياب. شوفوا البنات الحلوى تاعنا كيف جات الطريه تهبل تفتفت وحدها. هنا ديجا البلا كلاوه ها نص البلا قريب راح. وهنا نقسم معاكم حبه باش تشوفوها كيفاه جات خفيفه وفارغه من الداخل وطريه. وش هو البنات غير يبرد شويه الكاطو تاعكم تخبيوه في بورت مونجي وتقفلوا عليها هكا باه ما تقعدش في الهواء وتبسلكم. او هنا الكروكون دوما حبات جوني كبار ياسر. شوفوا كيف يجي خفيف. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تحطوا لي جام وحطوا لي تعليق لتحت كل واحده تقول لي في ولايه تاعها وش سماها الحلوى دي وتحط لي اسم الولايه. مع السلامه حبيباتي باي.